عايزين نتكلم على موضوع كهربا اللي هو قالب الدنيا ومخلي الناس كلها بتتكلم ومش عارفين كهربا عمل ايه، وهل اللي الاعلام بيقوله دوت اجتهاد من الاعلام ولا فعلا حصل ان هو زعق مع كولر والكابتن محمد رمضان. طيب يا كابتن محمد رمضان، حضرتك مش محتاج تثبت انك صاحب شخصية جبارة، لان فعلا لحد دلوقتي محدش عرف كهربا عمل ايه بجد. حضرتك بقى خليت الكل يخمن ويخترع اي حاجة وسلمت كهربا لاعلام الزمالك يقطع فيه. طب القرار ده ما يتأجلش حتى النص اليوم؟ مش هنقول حتى لحد ماتشنا الجاي مع الزمالك عشان نحافظ على هدوء وتركيز الفريق؟ يا كابتن رمضان، حضرتك بتتعامل مع لعيبة كبيرة مش لعيبة صغيرة. ايوه لازم يكون في لائحة بتنفذ وقت خروج اي لاعب عن النص او وجود اي تجاوز، بس حضرتك هتعمل فجوة بينك وبينهم. في فرق بين انك تنفذ القانون لكن بدون ما اخسر اللاعب، خصوصا ان كهربا ليه بصمة كبيرة جدا في افريقيا وفي الدوري، ولولا ان كولر بيحب ويكره ما كانش دفن اتنين على الدكة زي قفشة وكهربا. اللي كان بيميز كابتن سيد عبد الحفيظ عن اي حد ان اللعيبة قبل ما كانت بتخاف منه كانت بتحبه، لانه كان بيحتوي اللاعب، بيخاف عليه وعلى شكله قصاد الجمهور والاعلام. اتمنى القصة دي تعدي على خير بعد ما كهربا رجع مصر.